الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النيران. الحمد لله الذي جعلنا في أيام دهرنا نفحات فأمرنا لنتعرض لها لنفوز برضاه سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس ومن الشباب خاصة يصوم رمضان عادة لا عبادة، وإذا سألته لماذا يصوم رمضان قال لك لأن المجتمع صائم، أو لأن الأسرة صائمة، أو لأن الجو رمضاني مساعد على الصيام إلى آخره. لكن القلب غائب والنية ضعيفة والتغيير مؤجل، وهكذا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالعبادة أيها الأحبة الكرام بلا إخلاص قد تتحول إلى مجرد طقوس جامدة وعادات باردة. وإذا صارت العبادة مجرد عادة لا روح فيها ولا إخلاص، فإنها لا يعول عليها لا في تغيير القلوب ولا في تغيير المجتمع، بل قد تكون سببا في عدم قبول الأعمال وغفران الذنوب. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، وهذا أنكى وأشد. فما الفرق بين رمضان العادة ورمضان العبادة؟ رمضان العادة أيها الأكارم وصيام عن الطعام فقط، عن الأكل والشرب والشهوات، وقيام بلا خشوع، وقرآن بلا تدبر. ورمضان مظاهر تمر ولا تغير أي شيء في جوهر الإنسان. أما رمضان العبادة فصيام يحفظ الجوارح، وقيام يلين القلب، وقرآن يوقظ الضمير. ورمضان يصنع منك إنسانا جديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه الإمام أحمد رضي الله عنه. لأن الصيام كان مجرد عادة لا عبادة. ثم رمضان هو فرصة لتربية الشباب. إن رمضان أيها الأكارم ليس شهر كسل، ولا شهر سهر، ولا شهر شاشات ومسلسلات، بل إنه مدرسة لها برنامج تربوي لمدة 30 يوما لتحصيل التقوى في القلوب، لقوله عز وجل في كتابه العزيز: لعلكم تتقون، أي لغاية تحصيل التقوى في قلوب الناس. وفرصة عمر ينتقل فيها المؤمن من المعصية إلى التوبة، ومن حال الغفلة إلى حال الذكر، وتغيير عميق يحدث في جوهر الإنسان لينتقل من حالة التيه والضياع التي تحدث عنها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه حين قال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا هو في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، إلى حالة يكون فيها لحياة الإنسان معنى أكبر من مجرد المتعة المادية الزائلة. فكيف ننتقل من زمن العادة إلى زمن العبادة، من رمضان العادة إلى رمضان العبادة؟ أولا، لكي يتحقق هذا الأمر لا بد من تصحيح النية، لأن الناس أيها الأحباب الكرام لا تصوم من أجل الناس، من أجل الغير، ولكن تصوم لأن الله عز وجل أمر بالصيام طاعة لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولعل أهمية هذا الحديث أنه تقريبا لا تكاد تجد كتابا من كتب الفقه تيمنا بهذا الحديث. كانوا رضي الله تعالى عنهم سادتنا الفقهاء يفتتحون به كتبهم لما له من أمر عظيم، لأن كل الأعمال مدارها النية، لأن الله عز وجل كما قال الصالحون: لا يقبل من الأعمال إلا أخلصها وأصوبها. فأخلصها ما كان لله عز وجل وحده، وأصوبها ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لكي يتحقق فينا هذا الأمر صيام رمضان العبادة لا بد من حفظ اللسان وحفظ الجوارح كلها. حفظ اللسان
بصيامه عن الغيبة، وحفظ العين عن رؤية المحرمات، وصيام القلب بصفائه من أكدار الحقد والكراهية، نعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال أيضا، يعني في قصة سيدنا جندب رضي الله تعالى عنه، لما دخل على الصحابة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل سيدنا جندب، فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إلى منزله ليرى ماذا فعل هذا الرجل حتى بشر بالجنة. بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. فقال لما سأله قال له: والله لا أعلم شيئا أفعله يزيد عما تفعلونه إلا أني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فهكذا أحبتي الكرام، مدار التغيير كله على هذه المضغلة هي القلب. بصلاحها يصلح الجسد كما جاء في الحديث، وبفسادها يفسد الجسد كله. وثالثا، لكي يتحقق فينا صوم العبادة، اجعل لك أخي وردا من كتاب الله عز وجل ثابتا، قراءة وتدبرا، واجعل لك وردا من الدعاء، طلب الله سبحانه وتعالى، استبطار رحماته، ووردا من صلاة الليل. قالت ابن عائشة رضي الله تعالى عنها: كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم أورادا يثبتون عليها، أي يداومون عليها. وقال الصالحون: من لا ورد له فلا ورد له، أي لا زيادة له في الإيمان. أيها الأخ الشاب، خذ لك أخي من بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعل هدفك الأسمى في هذا الشهر المبارك، أو من بين أهم أهدافك أن تتخذ لك قدوة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. اجعله نموذجا لك، واتخذه دليلا، اقرأ سيرته، تعرف عليه، اقرأ عنه كثيرا، كسيدنا أسامة بن زيد الذي كان قائد جيش وهو شاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبر الأمة وعالمها ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، أو سيدنا سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أمين هذه الأمة، أو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وشجاعته في الدفاع عن الإسلام. ولا تجعل رمضان يذهب معه عمرك، بل اجعله فرصة للتغيير وتطوير ذاتك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين في نياتهم، المتغيرين بعباداتهم، المقبولين في رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.